المسؤولين اللي بيمسكوا في الزمالك على غير المسؤولية تماما. واحد زي ميدو لما طلع قال عندنا شيكات مفتوحة، طبعا صدر لجماهير الزمالك ان في فلوس، فوجئوا من ان ما عادش، ان ما فيش فلوس وفي ايقاف قيد. فطبعا تصريحات غير مسؤولة من المفروض عضو في لجنة الكورة في نادي الزمالك. يعني ده انت كمان مسؤول في نادي الزمالك، فان انت تطلع تقول تصريحات زي ديت علشان مشكلة زيزو، وان انت بتهدد الاهلي ان لو ما بعدش عن الزمالك احنا شيكاتنا مفتوحة وهنخش نشتري اي لعيب. طبعا كان اختيار خطأ للتصريح. وفي الاخر الزمالك بيمر بأزمة كبيرة جدا. حتى تعادله امبارح مع البنك الاهلي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، لانه كده بعد عن المنافسة وبعد عن المركز الثاني. اه لسه وارد طبعا بالورقة وبالقلم، كل حاجة واردة وبالورقة وبالقلم ياخد كمان الدوري. لكن طبعا الموضوع صعب جدا، يعني مش سهل، مع كمان الحالة اللي موجود فيها نادي الزمالك في المباراة دي والمباراة اللي قبلها، والمستوى اللي بيقدمه بيسيرو. الحقيقة من ساعة ما جه وهو بيسيرو ملك التعادلات، الحقيقة ما قدمش مستوى طيب خالص.